7 حاجات تبوظ مناعة طفلك من غير ما تحسي. ايه هي؟ لو اول مرة تشوفيني، انا دكتورة مارو البرلوسي، اخصائي الاطفال وحديث الولادة، والنهارده اكلمك عن الحاجات اللي ممكن تبوظي بيها مناعة طفلك من غير ما تحسي. اول حاجة منهم، وكتير من الاطباء كلموكي عنها، وهي استخدام المضاد الحيوي. لقيت الطفل بيكح، بيسخن، عنده شوية رشح، تقومي جارية تدي مضاد حيوي. ده من اكتر الحاجات اللي بتضعف مناعة الطفل. ما تديش بدون داعي، ما تديش بدون استشارة الطبيب. اصبري على الجسم انه يقاوم والمناعة تشتغل. ده بيضعف الجهاز المناعي وبيخلي الجسم ما يقدرش يقاوم لوحده. تاني حاجة، التعقيم زيادة عن اللزوم. لو انت بتعقمي كل حاجة زيادة عن اللزوم، فالطفل مناعته مش هتتدرب ان هو يقاوم الميكروبات. المناعة عادة الجهاز المناعي بيتدرب على مقاومة الميكروبات بان هو يتعرض ليها. فلو انت بتعقمي زيادة عن اللزوم، فطفلك للأسف هيتعب أكتر. بس طبعا نظافة الطفل مهمة جدا. بس ما زاد عن الحد انقلب للضد. النوم مهم جدا للطفل. لو طفلك بينام متأخر، لو طفلك ما بينامش كويس، فده هيأثر على الجهاز المناعي بتاعه. فعشان الطفل ينمو بشكل صحي لازم ينام فترة كويسة مناسبة لعمره. المواد الحافظة، العصاير الجاهزة، البسكويتس، الحلويات المصنعة، دي كلها حاجات هتضعف الجهاز المناعي عند طفلك وتخليه يقل مقاومته. فياريت نقلل منها ونقلل من السكر عموما. فيتامين دي مهم جدا. فالتعرض للشمس، لو انت ما تعرضيش طفلك للشمس الصبح قبل الساعة 10 او في وقت الغروب، فده طفلك مش هيتعرض لفيتامين دي المهم لمناعته. فهتلاقي مناعته قلت، وهتلاقي العظام عنده مش تكون العظام عنده مش صحيح. قلة الحركة واللعب، لو طفلك طول اليوم ماسك التابلت أو الموبايل وقاعد قدام التلفزيون، فتلاقي مناعته أقل. حاولي تشتركي له في رياضات مختلفة بحيث إن هو يقضي وقته في إنه يعمل رياضة، مش قاعد قدام الموبايل. التوتر والقلق، لو الطفل عايش في بيئة متوترة وقلق دايما، فهتلاقي الطفل مناعته بتقل، ودايما بيأثر على العصبية، والتوتر حواليه بتأثر على مناعته، فتلاقيه دايما بيمرض. حاولي على قد ما تقدري تعيشيه في جو هادي. لو انت اتجنبتي الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، فان شاء الله مناعة الطفل هتبقى اقوى. وليه لو تقعي في اي مشكلة من الحاجات اللي انا قلتها قبل كده، اكتبي لي في الكومنتس وتابعيني لو اول مرة تشوفيني. اعملي سبسكرايب واعملي شير علشان الامهات تستفيد.